اولا كيف كنا اتفقنا عليه في زياره اخيره هذه شهرين، بان مركب محمد الخامس ان شاء الله غيكون واجد لاحتضان المباريات في نهايه شهر مارس، وهذا هو اللي كاين. اليوم ان شاء الله غيكون عندنا موعد جميعا الجماهير الكرويه بمدينه الدار البيضاء والجماهير العالميه بطبيعه الحال الرجاويه والوداديه بفريقين عالميين، الرجاء والوداد، باش يلعبوا المباراه الاولى في نهايه الاسبوع المقبل ان شاء الله نتاع الديربي للاحتفال بهذه المعلمه. وقلت بانه مركب محمد الخامس ما عندوش حموله فقط رياضيه كرويه، بل حموله تاريخيه، اصبح ارثا تاريخيا داخل كل الثقافه الرياضيه والكرويه المغربيه. مركب يعني يحمل من الدلالات التاريخيه الشيء الكثير. اليوم مركب محمد الخامس في حلة جديدة تستجيب لكل المعايير، وكما قلت تستجيب أولا للمعايير الكروية الدولية، ولكن أيضا لطموحات الفريقين العالميين، لا الرجاء الرياضي ولا الوداد الرياضي. وبطبيعة الحال احنا داخل هذه الترسانة من المباريات نتاع الفريقين سنكون يعني على موعد مع مباريات دولية. الكل كما قلت سابقا يتمنى أن يلعب داخل هذا المركب وسط الجماهير الاستثنائية البيضاوية داخل هذا الملعب. أعتقد بأن مركب محمد الخامس بهذه الحلة سيستعيد حيويته ويعني وإرثه الكروي الكبير باحتضان كل المباريات. بطبيعة الحال إعادة تهيئة نتاع مركب محمد الخامس يدخل في إطار منظومة كاملة تجعل من بلادنا اليوم واحدة من أكبر البلدان، ليست القارية فقط بل العالمية، التي ستتوفر وتوفر إمكانات لإجراء المباريات الكروية في أحسن الظروف. اليوم تتشوفوا طاقة نتاع بلادنا باستحتضان كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، يعني المباريات الوطنية نتاع كأس العرش تجرى في أحسن الظروف، وهذا كله غادي يجي باش يتوج استراتيجية ويترجمها على أرض الواقع وضع أسسها جلالة الملك نصره الله وحفظه، ليجعل من بلادنا دائما رائدة في التطور والنمو على الصعيد القاري والعالمي.